السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي وكل الناس اللي بيحبوني وبحبهم. انا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات. بس النهاردة يوم جميل ويوم رايق، فقلت اما اطلع كده افضفض شوية مع اصحابي واخواتي وحبايبي. طبعا انا كل قصدي من الفيديوهات ديت ان انا بفضفض مع الناس اللي بيعزوني وبعزهم، ولا قصدي اي حاجة تاني خالص. انا عندي مشكلة مع ناس للأسف ما تعرفش ربنا، مع ناس ربنا شال الرحمة من قلوبهم. فوالله انا كل يوم يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى بحاول ان انا ابعد عنهم، وبحاول ان انا اتقي شرهم. فالحمد لله رب العالمين إن الواحد لحد دلوقتي يعني الحمد لله كويس وبخير. طبعا احنا لسه في موضوع المحاكم مع طليقتي، بس الفترة اللي فاتت دي حصلت شوية حاجات جديدة يعني بصراحة، يعني حاجات جديدة يعني. طبعا هم كل شوية مفروض ان هم كل شهر بيتحدد جلسة بدفع فيها الفلوس الظلم اللي اتفرضت عليا. كل فترة يجوا يلفقوا قصص وحوارات للقاضي، مرة يقول لك الولد تعبان وفي المستشفى، مرة يقول لك احنا مش لاقيين ناكل، مرة مش عارف يجيبوا ورق من المستشفى. حاجات كلها غريبة وبيعرفوا ان هم ازاي يعني يسبقوا الموضوع قوي. الراجل والله العظيم يعني الراجل يشكر بصراحة، يعني راجل قاضي في منتهى الأخلاق والدين. كل فترة بدفع الحمد لله عادي وتمام. الجديد بقى ان لقيت في مرة كده الأستاذة جاية هي وأمها والمحامي بتاعها. فعادي وقفت جايب الفلوس ان انا ادفع الفلوس اللي عليا. طبعا انا بدفع دلوقتي في قضية 16600، قسما بالله العظيم كلهم ظلم في ظلم. بما اني طبعا ان عم عبود اللي حل المشكلة بيني وبينهم ظلمني وراح اداهم الورق بتاع الاتفاق، وكانت كاتبه عن نفسها وصل امانه وانا كاتب عن نفسي وصل امانه ان مفيش مقاضي تاني والكلام دوت. طبعا علشان هم بتوع مشاكل راحوا واتفقوا مع عم عبود وخدوا منه الورق، وعم عبود دلوقتي بتكلم معاه في اي حاجه انا ماليش دعوه الحاجات ديت. في الاخر اللهم لا اعتراض، يعني اللهم لا اعتراض على امر ربنا سبحانه وتعالى. انا تكفي عندي ان انا يعني بعرض مشكلتي على كل اهل منطقتي، الناس المحترمة، وتقريبا كده انا بشهد الناس المحترمة اللي في المنطقة، بشهدهم ان الناس دي ظلمة، الناس ديت محترفين في اكل مال اي حد، قسما بالله العظيم. تلافيق تهم بقى، رمي بلا، اي حاجة، اهم حاجة يطلع من وراه الجنيه. بس هنا في مشكله، يعني خلاص ان المفروض ان هم ياخدوا بالهم ان الراجل ده احنا يعني سرقنا كتير، سرقنا عفش من عنده من بيته، سرقنا شاشات، سرقنا فلوس، سرقنا كل حاجه. يعني متهيألي ان انا عزلت وخدت بعضي ومشيت بسبب الناس ديت، ورغم ذلك برضه مش سايبيني في حالي. اخر حاجه كانوا بيتكلموا فيها، كنت مكلم ناس محترمه في المنطقه. طبعا انا اي حد في المنطقه انا بتكلم معاه او بشاهده بيبقى حد محترم، انا عارف ان هو حد محترم. المهم اللي حصل، انا بشاهد الناس كلها عليهم علشان يوم ما يحصل حاجه بيني وبين الناس ديت بقى خلاص
الناس كلها تبقى عارفة ان انا جبت اخري، ان اي حاجة هتحصل ده جاب اخره، ده خلاص يعني، ده انتوا اتكيتوا عليه زيادة عن اللزوم. وانا مفوض امر ربنا الحمد لله. الناس كلها عارفة عني انا لا بتاع مشاكل ولا بجري عن مشاكل، الحمد لله. سيرتي طيبة الحمد لله رب العالمين في قلب المنطقة كلها، احب الخير لاي حد. الفترة اللي فاتت طبعا جابت محامي جديد ورفعت علي قضية ان هي عايزة تزود النفقة بتاعت الولد. نفس الكلام ونفس تلافيق التهم، ده عنده فرقة وعنده مش عارف كام فرد وعنده جروبات وعنده مش عارف ايه في المستقبل، وكلها تلافيق تهم في تلافيق تهم. في الاخر طلبوا تحريات من اسم المطرية، والحمد لله رب العالمين كل الكلام اللي هم كانوا كاتبينه في الاخر طلع ان محمد شغال اوبر بالعربية بتاعتي. الناس دي طبعا ولا عارفة ان في يوم من الايام هتقابل ربنا، ولا حاطين في دماغهم اي حاجة، ولا حاطين في دماغهم المشاكل وتلات ارباع الناس اللي حوالين منهم اللي كارهينهم. والله العظيم 3/4 المنطقة كارهة الناس دي، عشان عارفين ان الناس ديت الناس دي اذى، الناس دي اذى فوق ما حد يتخيل. الناس دي ولا حاطين في دماغهم ان في يوم من الايام في ربنا وفي حساب وفي عقاب، ان انتوا بتأذوا الناس. ومش انا لوحدي، والله العظيم ما انا لوحدي. الناس ديت اي حد بيشوفوه معاه قرشين، معاه فلوس، مع اي حاجه بيدخلوه في اي قصه، في اي موضوع، وبيتاخد منه فلوس، بيتاخد منه ذهب، بيتاخد منه اي حاجه. فانا والله قصدي من كل الفيديوهات دي ان انا بطلع بعرض مشكلتي وبعرف اهل منطقتي ان الواحد ماشي معاهم للاخر. بس كل بني ادم يا جماعه وليه طاقه، كل بني ادم ليه طاقه. تيجي الاستاذه بعد كل الكلام دوت، والله العظيم انا ما بكدب في ولا كلمه. الاستاذه بيتكلموا برضو في رجوع. انا مش هرجع لحد، انا مش هرجع لحد. مشوا في سكه اعمال وسحر، وربنا شهد على كلامي دوت. فالناس اللي تعرف ربنا سبحانه وتعالى بتخاف منه، انما انا كل يوم بتلفق لي تهم واللهم لا اعتراض. والله بجد اللهم لا اعتراض. ربنا ليه حكمه في اللي بيحصل ده. سبحان الله، اليوم اللي توفت فيه امي وهم جم عند المستشفى وخلاص حسيت يعني ان يشكروا ان هم وقفوا وعملوا الواجب. وطليقتي سابت شغلها 3 ايام ووقفت في العزا. افوجئ بعد كل الكلام دوت صاحبي بعد اسبوع من وفاة امي جاي بيقول لي ده والدتها وانت بتدفن والدتك، يعني وانا بدفن والدتي في التراب. اتكلمت مع صاحبي ده وبتقول له الست اللي بتدفن دي كانت بتدينا فلوس، مين اللي هيديها لنا؟ ولا فارق معاهم الموقف اللي احنا فيه، ولا فارق معاهم يعني واحدة بين ايدين ربنا بتطلبوا فلوس على التراب. المشكلة كانت ما بيننا بسبب سنة 6 اللي هي المدارس بتاعت ابني، والمفروض ان احنا بندفع المدرسة ديت بالنص، لان انا ظروفي لا تسمح. الاستاذه جايبه لي الورق بتاع سنه 6 ده ان هو 3000 جنيه، يعني المفروض ان انا ادفع 1500 جنيه. طبعا انا لما سمعت الكلام ده على امي زعلت جدا، يعني ازاي الناس دي وانا بدفن والدتي بيتكلموا في فلوس؟ طبعا اتضايقت جدا يعني. وامها اللي عملت الكلام ده بصراحه، امها اللي للاسف جديد بقى ان امها عامله لها اعمال علشان تمشي في اي طريق امها عايزاه. قسما بالله العظيم امها عامله لها اعمال
علشان تمشي في اي طريق امها عايزاه. حسبي الله ونعم الوكيل. المشكلة في الأول وفي الآخر كانت ما بيننا على فلوس مدرسة آدم اللي هي سنة 6، رافعين عليا قواضي ب40,000 جنيه. ومش بس كده، أنا كنت في المحاكم يعني النهاردة معاهم، أمها قاعدة عمالة من تحت لتحت تشتم وتعمل حاجات غريبة، وكأن الناس دي مش ظلمة، والله العظيم كأن الناس دي مش ظلمة. ربنا خلى قلوبهم حجر، ولا حاسين بأي حاجة، ولا حاسين بالظلم اللي هم عاملينه في الناس ولا الكلام ده. وللأسف يعني لو هم فكروا بصوا لحياتهم هيلاقوا حياتهم كلها مشاكل وكلها قرف وكلها من ايه؟ من الظلم اللي انتوا بتظلموا العباد بيه. والله العظيم. ولا عمر ربنا هيخلي لكم بيت، عشان انتوا خاربين بيوت ناس كتير قوي. اخر حاجه اقولها لكم، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم منكم، ربنا يوريني فيكم يوم بحق جاه مصطفى، بحق ابني اللي انا بقالي كتير جدا ما شفتوش. حسبي الله ونعم الوكيل.